بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزي ما تعودنا مع بعض، بعد ما نحط اللايك بقى وبعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هنبدأ كده الفيديو بتاعنا على بركة الله. اللي أول مرة يشوف قناتي، معاكم رحمة من قناة أسرار الطبخ مع رحمة. والناس المستديمة عندي برضو ربنا يخليكم ليا طبعا، وشكرا على دعمكم ليا، وشكرا على الكومنتات الجميلة اللي انتوا بتدعموني بيها وبتخلوني كده أستمر وأعمل فيديوهات جديدة. أشكركم جدا. يلا بينا بقى نشوف مكونات الفيديو بتاعنا. شايفين بقى القرنبيط بتاعنا عامل ازاي، وشايفين الجمال. بسم الله ما شاء الله، مقرمش كده وكريسبي وجميل. يلا بينا بقى نشوف المكونات بتاعته عبارة عن ايه. المكونات الموجودة معانا النهاردة علشان خاطر يطلع معانا بالقرمشة والجمال ده. معانا طبعا شوية دقيق. يعني كمية حلوة كده معقولة على قد الكمية القرنبيط الموجودة معانا. ده القرنبيط بتاعنا مغسول ومعمول بقى مسلوق في مية سخنة بشوية ملح كده لحد ما بقى معانا بالشكل ده. معانا طبعا كزبرة خضراء، معانا بيضة، معانا باكو باودر أو بيكنج باودر طبعا، ومعانا 3 معالق نشا. والقرنبيط بتاعنا مغسول ومسلوق زي ما انتوا شايفينه كده، لازم يستوي جدا علشان خاطر مش هيتبقى معانا غير التحمير. شايفين جميل ازاي؟ بس مش محتاجين اكتر من كده. هنحط بقى المكونات بتاعتنا على بعضها. المكونات الجافة الاول هنحط، ننزل كده بالنشا، شوية نشا يعني مش كتير، حوالي معلقتين كبار. بعد كده حوالي معلقتين برضو كبار من الدقيق. وبعد كده هنجيب بقى التوابل بتاعتنا. حط بقى التوابل الموجودة عندك. معلقة فلفل كده، معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة ملح. بس ما تكتريش يعني علشان احنا سلقينها طبعا، بنبقى حاطين شوية ملح كده في السلق بتاع او واحنا بنسلق القرنبيط. فما تكتريش يعني، حاولي برضو الكمية تكون مظبوطة. من كل حاجة كده معلقة صغيرة. بعد ما حطينا بقى كل التوابل بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين اهي. هنحط بقى معلقة البودر او البيكنج باودر الموجودة معانا. هي دي بقى سر القرمشة وسر النفشة الحلوة بتاعة القرنبيط بتاعتنا. بعد كده هنقلب بقى كل المكونات الجافة دي بعد ما ننزل بالبيضة بتاعتنا. في ناس بتحط حليب على المكونات دي، وفي ناس بتحط ميه. انا بفضل احط ميه علشان ما يبقاش الموضوع يعني تقيل قوي، او القرنبيط بتاعنا يبقى سمكه تقيل كده ومش حلو. لا، الميه هتبقى خفيفه جدا مع كل المكونات دي، وكمان النشا والبودر هيديله نفشه حلوه. هنحط كده ميه لحد القوام بتاعنا ما يكون مظبوط، ان احنا نحط فيه القرنبيط بقى ونحمره ان شاء الله. بعد ما ضربت كل المكونات دي كده مع بعضها واختلطت مع بعض، هنحط بقى شوية الخضرة كده او الكزبرة الجمال دول، علشان خاطر الريحة بقى والطعم وريحة الكزبرة كده بتبقى في القرنبيط جميلة جدا. هنحط معلقة الكزبرة. يعني حطي بقى على حسب ما انت عايزة، بس انا بحب يكون الخضرة بتاعتي كتير. بعد ما حطيت الخضرة بتاعتي طبعا انا معايا معلقتين توم كبار مهروسين ومجهزاهم، هحطهم برضو على الخلطة الجميلة دي. هنجيب معلقتين التوم، هننزل بيهم على الخلطة الجميلة اللي معانا دي اهم. شايفين؟ مهروس كويس قوي علشان ما يبانش طبعا يدينا بس الريحة والطعم. بس ما يديناش يعني يبقى باين كده في التتبيلة بتاعتنا. بعد ما حطينا بقى معلقة التوم هنقلب برضو كويس أوي لحد ما نخلي كل المكونات دي تتجانس مع بعض. وبعد كده هننزل بقى بالقرنبيط بتاعنا كده في التتبيلة الحلوة الجميلة دي. بس قبل ما نحطها في التتبيلة معانا حاجة تانية. هنجيب بقى طبق كده، هنركن كده التتبيلة الحلوة دي كده تتشرب. وهنجيب طبق فيه شوية دقيق نفس اللي عملناه في الأول، معلقتين دقيق على معلقتين نشا. وبرضو هنحط عليهم توابل بسيطة جدا علشان خاطر تبقى نفس التتبيلة بس حاجات ناشفة بقى. معلقة دقيق، معلقة نشا، معلقة البودر اللي فاضلة من الباكو بتاعنا. بعد ما نخلط كل المكونات الجافة دي مع بعضها زي ما قلتلكوا، هنحط بقى عليها يعني تتبيلة بسيطة جدا او شوية فلفل كده بس عشان خاطر يبقى الدقيق بتاعنا متبل.
دي زي ما قلت لكم معلقه البودر اللي باقيه من الباكو، مش هتحتاجي اكتر من كده يعني، هي الحاجات دي بس. وبعد كده هنقلبهم كويس قوي لحد ما كل حاجة النشا مع الدقيق مع البودر يختلطوا ببعض كويس قوي، بالمعلقة التوابل اللي احنا حطيناها. وبس كده. هنجهز بقى طبق نحط فيه الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها دي. بعد ما خلصنا كده هنجيب بقى طبق، وناخد من القرنبيط بتاعنا، هنحطه كده في التتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها دي. الريحة طالعة، ما اقولكوش بقى الريحة قبل ما يتحمر شكلها عامل ازاي. بعد كده هناخدها وننزل بيها على الدقيق بالنشا كده، بالبودر اللي احنا حطيناه، وهناخدها نشيلها كده في طبق لحد ما نخلص كل الكمية دي. زي ما انتوا شايفين اهي متبدرة معانا وجميلة، تطلع بقى جميلة جدا. هننزل بيها في زيت غزير. طبعا انا كنت مجهزة الزيت بتاعي يسخن على النار عشان تبقى معانا بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال؟ مفيش نقطة زيت بتمسك فيها اهي، من تحت ومن فوق. بسم الله ما شاء الله. بعد ما خلصنا بقى الكمية بتاعتنا، شايفين جميلة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احلى قرنبيط ممكن تعمليه. اتمنى طبعا ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكونوا حطيتوا اللايك بقى بعد التعب ده كله. واشكركم جدا على حسن الاستماع، واشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.